وطبعا الهدف من عملية حرق الزعفران ان انا اخد منه اكبر كمية من الطعم واكبر كمية من اللون باقل تكلفة. ده الصوص بتاعي جاهز. صباح الخير. النهارده عايزين نعمل مع بعض حاجه مختلفه، صوص مختلف هو صوص الزعفران. صوص الزعفران معظم الاوقات بيروح للسمك وهو من عيله السمك. الزعفران مفيد جدا، بيطلع في الجبال. طبعا هنمشي مع بعض واحده واحده، نحاول مع بعض نعمل الصوصات بشكل مختلف، بشكل تدريجي، بشكل سهل، وفي نفس الوقت بشكل احترافي. تعالوا نشوفهم مع بعض. ابتدي الاول انزل معايا بزيت بسيط، زبده، وهنزل بالبصل بتاعي، وهبتدي انزل بالزعفران بتاعي على البصل. ابتدي اقلب الزعفران في البصل مع الزبده بحيث ان انا اخد منه الريحه. طبعا لما بيتعرض للحراره بيديني ريحه اكتر ولون اخضر. وطبعا الهدف من عمليه حرق الزعفران ان انا اخد منه اكبر كميه من الطعم واكبر كميه من اللون باقل تكلفه. والتوابل، في بعض التوابل لما بتتحرق بتديني افكت مرتين او ثلاثه، او تاثير اكتر مرتين او ثلاثه، منهم الزعفران. وبعد كده هنزل بخل العنب بتاعي، عسل شويه صغيرين، وبعد ما سيبته يغلي حوالي 10 دقائق ابتدي انزل باللبن بتاعي. يبقى انا خدت معايا الزبده والزعفران وبعد كده البصل، خدتهم على النار حوالي 10 دقائق لغايه اما الزعفران يطلع الريحه بتاعته. بعد كده نزلت بالخل العنب الابيض، وبعد كده نزلت باللبن، وانزل بعد كده بالكريمه اللباني. بعد كده هقلب الكلام ده كله واسيبه لغايه ما يبتدي في مرحله الغليان ونوصل للمرحله اللي بعد كده. وهنا طبعا الصوص بتاعي وصل ل 70 درجه حراره. هبتدي اكمل المكونات بتاعته. هاخد سمك ستوك او مرقه سمك، وطبعا انا بنزل بجميع التوابل في الاخر في الزعفران صوص، لان انا عايزه ان هو يحافظ على طعمه الطبيعي، فمش عايزه ان هو يختلط بطعم تاني. عايز الزعفران صوص هو اللي طعم الزعفران هو الجروند اللي في الصوص. سنه توم صغيره مش كبيره عشان ما يغطيش على الطعم. هاخد شويه قشطه، سينب او مستردة مش كتير. هاخد بهار ابيض، وبعد كده هعمل ميكس للبصل عشان ما يبان. هبتدي لاخر مرحله عندي وهي ربط الصوص عشان اوصل للقوام اللي انا عايزه. كده يبقى انا خلصت الزعفران صوص معاكم. اول حاجه نزلت بزبده وزيت، بعد كده عملت ستيك للزعفران عشان اخد ريحته واستخلص منه الطعم العالي. بعد كده نزلت عليه بالخل العنب الابيض بحيث ان انا اخد مزازه للسمك. بعد كده غليت اللبن وغليت الجريده، وفي الاخر خالص نزلت بسنه سينب وسنه فيت لوك او ثوم عشان ما اضيعش الطعم بتاعه، واديته في الاول عسل. وكده الصوص بتاعي جاهز. شكرا.